بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم كامل متهنيين. كما راكم تشوفوا وصفة اليوم فلفل مرقد على قانيه. وصفة هايلة، معتمدة من طرف جداتي، ربي يحفظها ويطول في عمرها. قبل ما نروحوا للوصفة نرحب كامل المشتركات جدد واللي أول مرة يدخلوا القناة، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناة. الوصفة كما راكم تشوفوا فيها فلفل أكيد نشلحوا. كما راكم تشوفوا عندي كاس خل وكاس ملح وثوم، كما راكم تشوفوا ماهيش يعني راس ثوم، وعندي البلارات تاع الدجاج اللي نرقدوا فيهم. كما راكم تشوفوا نقسم الفلفل تاعي من النص ونهبط، نقسم كامل الكمية بنفس الطريقة. هنا في كيلو تاع فلفل استعملت كاس، مش تاع 280 غرام، اقل من راه. استعملت كاس خل وكاس ملح وراس ثوم. اذا كان ثوم كبير نقسمو على 4، اذا كان صغير نقسمو على 2. كما راكم تشوفوا نحط الفلفل، كمية من الفلفل نحاولوا نضغطه مليح باش ما يخليناش الهواء في هذيك البلارة. بكري كنت جداتي يديروا في البادن هذوك تاع الزيت، والى اليوم نستعملوا فيهم. انا برك بها كانت عندي كمية قليلة، استعملت هاد البلارات تاع السمن. كما راكم تشوفوا ضفت كمية من الفلفل وكمية من الثوم، وزيدت كمية من الفلفل وكمية من الثوم، كما هكا باش يلحق كامل الجهة. وحتى تقدروا تستعملوها الفلفل ايضا، اما وتقدروا ثان تستعملوا يعني عادي ديريكت الفلفل، تكملوا كامل الكمية وبعد تضيفوا الثوم، بعد الملح، بعد الخل. هذيك فقط كانت كمية كبيرة، تستعملوا كما درت في البلارة الأولى، يعني كل مرة تضيفوا حاجة باش يلحق الكامل الفلفل تاعي، يلحق الكامل الكمية عفوا. كما راكم تشوفوا نحاول ما نخليلوش النفس أو الهواء، يعني هذا راه سبب من أسباب نجاح هذا الفلفل. ونضيف الثوم، خليته مدة أسبوع كامل، وقبل الأسبوع لأنه ضاع لي شوية من الماء اضطريت أنه نقلبهم. كما راكم تشوفوا درت ماء عادي من الحنفية، ماهوش يعني مش معدني والله. وراني نضيف في الملح. كما راكم تشوفوا الملح تاعي راه متكتل لأنه مازال مندي. راح نحط لكم بإذن الله فيديو تدبيره كيفاش نتخلص من هذا يعني يرجع رطب، ملح رطب. نعمروا البلارات ماء ونخلو مسافة للخل فقط. كما راكم تشوفوا درت نصف كاس خل لكل بلارة. هنا حسيت الملح ناقص، زدت نصف ملعقة لكل بلارة، وضفت الخل كما راكم تشوفوا. اذا كانت البلارة تاعك تتغلق باحكام، يعني من الاحسن تكون تتغلق باحكام. اذا كانت ما تتغلقش باحكام ديري لها ساشي، كاين اللي يديروا له الزيت من الفوق باش ما يفسدش. بصح حنايا من بكري نستعملوا هذه الطريقة وجام يفسد. كما راكم تشوفوا نحرك مليح باش الملح تاعي لقيته متكتل، باش يذوب لي في هذاك الماء.
كما راكم تشوفوا درت لها كيس بلاستيكي لانه ضاع لي منها الماء. وهنا بعد 3 ايام قلبتهم باش يلحق لي الكامل الكمية، يعني الماء يلحق الكامل الفلفل. وهنا بعد أسبوع كامل بعد ما طاب، بالنسبة لمكان الاحتفاظ عادي في خزانة المطبخ، يعني ماهوش مشترط يكون مكان مظلم ولا في الفريجيدير ولا. هذا هو الفلفل تاعي، شوفوا كيفاش جا معجر كيما اللي يتباع. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم، والى الملتقى في فيديوهات قادمة ان شاء الله. باي.